السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا البث المباشر. لقد ابتكر الإنسان العطور منذ قرون طويلة، وتعود تسميتها بالفرنسية بارفوم إلى اللغة اللاتينية، وهي كلمة تعني عبر الدخان. ولا عجب أن تتطور صناعة العطور، فالعطور جزء من السلوك الإنساني العاشق للكمال والجمال، وهي جزء من فلسفة الجسد والروح. فالعطر يعني أسلوب الحياة ومفتاح الشخصية، وهو أكثر من زينة أو إكسسوار كمالي. العطور عميقة كالبحور، جميلة كالزهور، غناءة كالطيور، شامخة كالقصور، في الظلام نور تجعلك مبهور، سواء كنت في بولاك الدكرور، سوق العبور، مدينة النور، دهشور، دمنهور، فرسكور، الباجور، كوالالمبور. ملكها هو سلطان العطور، ووزيرها هيرديور، وكريد افنتوس ملك من ملوك العطور. أما أميرتها فهي أديكت ديور. العطر عبقري لا يرد عاشقا، ولا زال سهمه في القلب راشقا. النهارده معانا 5 ميكسات عطرية. تسلم يا غالي، الله يكرمك. معانا النهارده 5 ميكسات عطرية جامدة جدا جدا جدا. ميكسات مختلفة، ميكسات متنوعة، ميكسات حلوة، ميكسات شغالة، ميكسات لذيذة. أول ميكس معانا النهارده ميكس اسمه أسيوط. ميكس اسمه أسيوط. طب احنا ليه سمينا الميكس ده أسيوط؟ لما نعرف مكوناته هنعرف ليه سميناه أسيوط. أسيوط عبارة عن برفان رجالي أشهر من نار على العالم. برفان نزل في السوق من اكتر من 20 سنة، ان لم يكن اكتر كمان. برفان اسمه اسكلابشر. برفان اسمه اسكلابشر. وبرفان تاني ظهر من سنين قليلة اللي هو سوفاج. برفان سوفاج. اسكلابشر على سوفاج، والنسب متساوية. هتجيب ازازة 16 ملي، هتجيب ازازة 16 ملي، هتحط 2 جرام اسكلابشر على 2 جرام سوفاج. هتجيب ازازة 20 ملي اللي هي بالظبط هي 16 ملي، بنقول عليها 20 ملي مجازا يعني. هتجيب ازازة 16 ملي، هتحط عليها 2 جرام اسكلابشر على 2 جرام سوفاج. الميكس العطري ده جامد جدا. اسيوط، اسكلابشر على سوفاج. والشيء بالشيء يذكر. في ميكس تاني بس مش معانا النهارده اسمه سوهاج. ده عبارة عن هوجو بوس رجالي على سوفاج رجالي بنفس النسب. سوهاج هوجو بوس على سوفاج، لكنه مش موجود معانا النهارده في الميكسات الموجوده معانا دلوقتي. اللي معانا النهارده اسيوط، اسكلابشر على سوفاج بنفس النسب. فالحروف واخدينها من البرفانات، السين والواو في سوفاج من في اسيوط، والالف والسين من اسكلابشر، وهكذا. يبقى اول ميكس اسيوط، اسكلابشر على سوفاج نفس النسب. انت حابب بقى تغير النسب انت حر. عايز تقلل الاسكلابشر، تزود السوفاج،
بتحب السكرابشر اكتر، عايز تقلل السوفاج، انت حر. لكن هو النسب هنا متساويه على اساس ان العطرين متقاربين، يعني مفيش حاجه اتقل من الثانيه قوي يعني. يبقى اول ميكس اسيوط سكرابشر على سوفاج بنفس النسب، وقلنا سوهاج هوجو بص على سوفاج. الميكس الثاني اللي معانا النهارده ميكس يمكن بقالي سنين ما عملتوش، بس ميكس جامد جدا، اسمه ابو عمار. ده عباره عن عطرين من عطور الزمن الجميل. ايه هم؟ اوبل وماربرت مان. وماربرت مان ده عطر الماني، بالمناسبه ماربرت مان ده عطر الماني من العطور الالمانيه الجميله جدا. واعتقد برضه جوب القديمه برضه عطر الماني برضه. الماربرت مان ده عطر الماني جميل جدا. واذكر ان انا كنت شاري الازازه الروجه بتاعته زمان في 2002، كان ثباتها جامد جدا يعني. المهم يبقى ميكس ابو عمار اوبن على ماربرت مان بنفس النسب. هتجيب ازازه 20 مللي اللي هي 16 مللي يعني، وتحط 2 جرام اوبن على 2 جرام ماربرت مان. اوبن على ماربرت مان بنفس النسب. برضو انت حر، عايز تقلل الاوبن وتزود الماربرت مان ماشي، انت حر. لكن احنا عاملين الميكس دوت بنفس النسب. ازازه ابو عمار، ازازه 20 مللي عليها 2 جرام اوبن على 2 جرام ماربرت مان. ده الميكس الثاني. الميكس الثالث اللي معانا النهارده ميكس اللي ذكرني بيه النهارده، كان واحد زبون عندي يعني كان طلبه مني وكان شايل الازازه كده، قال لي عايز ازازه من الميكس ده. الميكس ده اسمه اوروبا. الميكس ده اسمه اوروبا. ايه اوروبا ده؟ اوروبا اوبن على رومبا. اوروبا عباره عن اوبن على رومبا. هتجيب ازازه 16 مللي، هتحط 2 جرام اوبن على 2 جرام رومبا. برضو حابب تغير النسب على اعتبار ان الرومبا اتقل شويه من الاوبن. الرومبا تقيله جدا، الاوبن تقيله برضو، بس الرومبا اتقل. يبقى ممكن تجيب مثلا، لو هجيب مثلا هنفترض مثلا هجيب ازازه مثلا يعني دي مثلا 16 مللي، ديت اكبر منها دي 30 مللي، فانت ممكن 30 مللي دي تجيب ازازه 30 مللي تحط 2 جرام رومبا مثلا على 4 جرام اوبن مثلا، تقلل الرومبا على اساس الرومبا تقيله. لكن احنا هنا عاملينه نفس النسب، فانت لو هتغير النسب ممكن تقلل الرومبا وتزود الاوبن على اعتبار ان الرومبا اتقل من الاوبن. يبقى ميكس اوروبا هتجيب ازازه 16 مللي، هتحط 2 جرام اوبن على 2 جرام رومبا. الميكس الرابع، الميكس بقى الرابع ده حقيقه يعني ميكس يعني من الاخر كده تعمله بقلب جامد. ميكس ناس كتير بتطلبه مني، وميكس شغال وميكس حلو وتعمله بقلب جامد فعلا. ايه هو الميكس ده؟ الميكس دوت مسمينه كابتشينو. الميكس دوت مسمينه كابتشينو. ايه بقى كابتشينو دوت؟ كابتشينو دوت عباره عن كريزي لاف على بلاتينيوم شانيل. وطبعا الكريزي لاف دي نقدر نقول عليها ملكة العطور الشجري المسكرة المعسولة المحلونة السويتي. الكريزي لاف ملكة العطور المسكرة الشجري السويتي المحلونة. البلاتينيوم شانيل ده بقى ده عطر الفخامة والأناقة والشياكة. الجمع بين البلاتينيوم شانيل وبين الكريزي لاف جمع يعني مش هتندم عليه. الميكس ده جامد جدا جدا ملوش حل. هتجيب ازازه 16 مللي، هتحط 2 جرام كريزي لاف على 2 جرام بلاتينيوم شانيل. اخر بقى ميكس معانا النهارده عشان نختم البث ان شاء الله، ميكس اسمه اكسسوار. ميكس اسمه اكسسوار. ده عباره عن عطرين، عطر اسمه اكسيريوس روج، وعطر قديم مشهور جدا اشهر من نار على العالم اسمه سيجار. هتجيب ازازه
16 مللي هتحط 2 جرام اكسيريوس روج على 2 جرام سيجار. نفس الكلام افرض انت عايز تعمل نسب مختلفة، هتقلل مين؟ طبعا السيجار تعتبر اتقل واقوى من الاكسيريوس روج، لان الاكسيريوس روج من العطور الرجالي الى حد ما شجري شويه. فانت بقى لو هتغير النسب، يعني دي احنا عاملينها نسب متساويه، ازازه 16 مللي عليها 2 جرام اكسيريوس روج رجالي على 2 جرام سيجار رجالي. لكن مثلا دي مثلا ازازه 30 مللي اللي هي الاكبر دي، ممكن تجيب ازازه 30 مللي دي تحط 2 جرام سيجار على 4 جرام اكسيريوس روج. هتجيب ازازه 30 مللي هتحط 2 جرام سيجار على 4 جرام اكسيريوس روج. دي يبقى كده احنا كده قلنا الخمس ميكسات اللي منورينا النهارده ومعطريننا النهارده واسعدونا النهارده. نقولهم تاني في السريع: ابو عمار اوبن على برب ارتمان نفس النسب وعبي العلب. اكسسوار اكسيريوس روج على سيجار. الميكس الثالث كابتشينو كريزي لاف على بلاتينيوم شانيل. اوروبا اوبن على رومبا. اكسسوار اكسيريوس على سيجار. وبص يا عمي، ميكسات العطور بتجري في دمي وبتضيع همي. بص يا خالي، ميكسات العطور مقامها عالي. بص يا صديقي، ميكسات العطور هي طريقي. بص يا معلم، جرب ميكسات العطور وبعدين نتكلم ونختم بقى البث بتاعنا ونقول: يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، الكيلو دوت مش مكتوب عليه السعر. كان معكم زغلول البطوطي، تاجر السعادة من عطور رحيق، بيت العطر العتيق بجوار جراش العتبة. وتاجر السعادة دي بضاعته مهمة وعادة فيها راحته. تاجر السعادة عن تجارته راضي والغيرها وسواها مش فاضي. تاجر السعادة بيبيع لحساب الغير، أصل السعادة خير اللهم اجعله خير. فاصل شحن والشاحن مش موجود، وابيات الشعر لحن بيعوض عن الشحن المفقود. في البحث عن السعادة خلاص بقيت طماع، مش كفاية قهوة سادة، لازم كمان شاي بالنعناع. أصل يا سادة استويت من الأوجاع. واسعد نفسك بنفسك وما تستناش من حد واي فاي. وقت الجد هتسمع كلمة جود باي. وما تنساش تجرب قنبلة ESE العطر الحريمي القديم هواي. وعلى رأي حسن الأسمر في أغنية سألوا العذاب: الفرح لو تقاوي أزرعه بساتين وارويه سعادة وهنا واسقيه لكل حزين واهديه لكل البشر حتى اللي مش عايزين. ولسه بتحبه يا قلبي، يا قلبي حرام عليك، ازاي تعمل له تاني بعد اللي عمله فيك؟ ده ما جابلكش من رحيق ازازة هليرة شيك. هو انت فاكر له ايه هتبكي فيهم عليه يا راجل؟ ده ما جابلكش من رحيق ربع تولة اكوا دي جي. مش ده اللي كان معاك وكان هواك؟ لا جاب لك من رحيق ازازه لاكوست بلاك، ولا جاكور بلاك، ولا دانهيل بلاك، ولا بوس اموشن بلاك، ولا سيلفر بلاك، ولا اجنر بلاك. وقدر ينساك وما كلفش خاطره يجيب لك شوكولاته مندولين او كادبوري او سناك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.